الفيديو ده ليك لو بتدور على أكبر شركة تستثمر معاها في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم عن شركة بيراميدز للتطوير العقاري، ودي واحدة من أكبر الشركات اللي موجودة في العاصمة، وده لأن الشركة قدرت تثبت نفسها بأقوى محفظة أراضي وأعلى نسب إنشاءات وأسرع تسليمات في العاصمة. ده غير إنها دايما بتختار أقوى اللوكيشنز اللي موجودة. وخلينا نتكلم دلوقتي على أهم الفرص اللي موجودة في شركة بيراميدز. لو هنتكلم على أهم مشاريع الشركة فإحنا دلوقتي قدام أكبر ميجا مول في العاصمة، بيراميدز ميجا مول أو بيراميدز سيتي، على مساحة 152 فدان. احنا هنا قدام بوابات العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، يعني قطعة رقم 1 في العاصمة، وده اللي بيخلينا نكرر نفس تجربة كايرو فيستيفال سيتي اللي في التجمع الخامس. احنا كمان هنا على محور بن زايد الجنوبي مباشرة والنهر الأخضر وحديقة الحيوان المفتوحة. ده غير ان انت قدامك على طول مسجد الفتاح العليم، وعلى بعد دقايق من البرج الأيقوني، يعني لوكيشن ما يتعوضش. المكان هنا مش مجرد مول عادي، دي مدينة ترفيهية متكاملة، وده لأن فيه كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها. المكان هنا هيكون فيه مسرح وسينمات ومنطقة خاصة لحفلات الهولوجرام. ده كمان هيكون فيه منطقة خاصة بالسكيتنج والهايكنج والأكواريوم، ده غير سباق السيارات فورمولا 1. ده غير كمان الترافيك السياحي، وده اللي هيكون موجود بسبب الأيكونيك بيراميدز اللي بيتعمل عليه حفلات الضوء. ده غير كمان المتاحف اللي موجودة زي متحف الشمع، وده اللي هيحقق أعلى ترافيك ممكن في المكان ده، سواء سياحي أو ترفيهي أو خدمي، وكمان هيحقق لك أعلى عائد استثماري للمحلات اللي هتكون موجودة هنا. وده هيكون واحد من أهم اللاند ماركس الموجودة في العاصمة. أما لو هنتكلم على واحد من أهم المحاور في العاصمة في الوقت الحالي، هو محور الأمل، والمحور ده اللي بيربط طريق السويس بمنطقة البرج الأيقوني. فهتلاقي عندك مشروعين على أهم ميدان في المحور ده، وهو مشروع باريس وباريس إست، ودول إنشاءاتهم وصلت ل 100% وتشغيلهم هيكون خلال السنة الجاية. وكمان من ضمن مميزات الشركة إنها بتنفذ أفضل التصميمات اللي موجودة. وزي ما احنا شايفين ماسا مول من أفضل مشاريع التنزه والتسوق، وده قدام فندق الماسا مباشرة وعلى المحور المركزي. مول تجاري بالكامل هيكون فيه كل الأنشطة الترفيهية على بعد خطوات من الحي المالي والحكومي والمحطة المركزية التبادلية، ده غير ان انت على بعد خطوات من كل الأحياء السكنية. وزي ما قلنا ان الشركة دايما بتختار أميز اللوكيشنز، وطبعا كلنا عارفين محور بن زايد وشريط الأبراج السياحية، عشان كده الشركة ما كانش ينفع تفوت لوكيشن زي ده. مش بس كده، ده كمان الشركة اختارت انها تكون في أول وأميز ميدان في الأبراج السياحية، وهو ميدان الداون تاون. احنا هنا بنتكلم على بيراميدز بيزنس تاور، وده هيكون ناطحة سحاب إداري وتجاري أكتر من 20 دور. والشركة ما سابتش منطقة في العاصمة إلا وكان ليها بصمة هناك، عشان كده ما كانش ينفع تفوت أهم وأفضل منطقة في مصر بالكامل، وهي الحي المالي والحكومي. الشركة نزلت في المنطقة دي بمشروعين، وكان أول مشروع فيهم هو جراند سكوير، وده أول مول اشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل. مكانه في قلب الحي المالي والحكومي على محور الرئاسة مباشرة، وسط كل البنوك والوزارات اللي موجودة هنا. وزي ما ده أول مول يشتغل في العاصمة، فهنلاقي على بعد خطوات منه شانزليزيه مول، وده هيكون تاني مول بيشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة. وزي ما احنا شايفين البراندات اللي بدأت تتسكن بالفعل، فلو بتدور على مكتب أو محل استلام فوري وتشغيل سريع من أول يوم، فده هيكون اختيارك المناسب في قلب الحي المالي والحكومي. والشركة زي ما حققت نجاحات في القطاع الإداري والتجاري، هي كمان نزلت بمشروعين من أقوى المشاريع السكني في قلب الآر 7، وهم لا كابيتال ولا كابيتال سويت لاجون، ودول هنلاقي فيهم وحدات فندقيه متشطبه بالكامل وكمان استلام فوري. وزي ما الشركه قدرت تثبت نفسها في العاصمه الاداريه الجديده، هي كمان ليها مشروع سكاي سيتي في قلب مدينه الجلاله الجديده، ودي واحده من اجمل المدن المصريه اللي اتعملت في الفتره الاخيره، وبيتقال عليها مدينه السحاب، وده لانها بترتفع عن سطح البحر اكتر من 800 متر. وكمان الشركه قدرت تسلم اول مرحله في المشروع، يعني تقدر تستلم شاليهك دلوقتي. وزي ما الشركة حققت نجاحات كبيرة في منطقة شرق القاهرة، مؤخرا الشركة اتجهت لمنطقة غرب القاهرة، وتحديدا في مدينة 6 أكتوبر قدام مول العرب مباشرة. لوكيشن زي ده خصوصا قدام مول زي مول العرب الطلب عليه عالي جدا، عشان كده الشركة نزلت بأقوى كومباوند سكني بيراميدز سيتي 5، وده هيكون كومباوند سكني متكامل الخدمات. وزي ما الشركة عودتنا إن المشروع لسه مطروح جديد، وحاليا شغالين إنشاءات على أرض الواقع. وكده نكون اتكلمنا عن ملخص مشاريع الشركة بالكامل. أما بالنسبة للأسعار وأنظمة السداد، فخلينا أقول لك إن الشركة عندها أكتر من 20 نظام سداد، يعني أيا كان النظام اللي أنت عايزه هتلاقيه موجود في الشركة، بأسعار بتبدأ للسكني من أول 6.5 مليون،
اما بالنسبه للاداري والتجاري فمتوسط بدايه الاسعار من 4 ل 5 مليون. فلو محتاج تعرف تفاصيل اي مشروع من اللي اتكلمنا عليهم سجل بياناتك او كلمنا على الارقام اللي قدامك على الشاشه وحد من فريق المبيعات هيتواصل معاك. كنت معاكم اسلام امام من دجله هاوس، وتاكد اننا معاك في كل خطوه.